وليه طريقة معينة كده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي بقى بعد ما كنت ريحت الكيك شوية جبته من التلاجة ونزلت كده هوت عليه الحليب بالشوكولاتة، وجبت زي ما قلتلكوا حليب المراعي لان بصراحة انا بحب قوي المنتج ده، بتكون الشوكولاتة بتاعته كده لا طعمها غني. انا فضيت العبوة كلها في الكيك، ما استخدمتش يعني جزء منه، لا هي يدوبك بالظبط كانت العبوة كلها. زي ما انتوا شايفين كده اهوت كيكه بعد ما شربت صوص الشوكولاته. افضل بقى لازم الفها كده عشان اتاكد ان الصوص اتوزع في كل حته في الكيك. بعد كده اهوت زي ما انتوا شايفين نزلت بقى صوص الكريمه الخطير ده على الكيكه. طبعا انا بعد ما اشتغلت فيه وخلصته وطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده سيبته يرتاح في التلاجة شويه. وبعد كده جبته بقى ونزلته اهوت كده على الكيك. هو دلوقتي قوامه يبان خفيف شوية، بس لسه بعد ما بنخلص الوصفة لازم تسيبوه في التلاجة اقل حاجة يعني من ساعتين 3 ساعات، يعني دوبك اقل حاجة 3 ساعات عشان قوام الكريمة ده يكون سميك شوية ويتقل. ودلوقتي نبدأ بقى نجيب الشوكولاتة الدارك بتاعتنا، دي اخر طبقة هنحطها على الكيك من فوق. طبعا انا في الوصفة دي زي ما قلتلكوا استخدمت شوكولاتة دارك بتاعت كرونا، بحس بصراحة طعم الشوكولاتة بتاعها غني كده وحلوة جدا. وطبعا اهم حاجة انها مش مقاطعة. ودلوقتي هبدأ كده اهوت ان انا احط عليها ربع كوباية بالظبط من اللبن. انا استخدمت نص الباكت بالظبط، نص باكت الشوكولات ده استخدمت نصه، عليه ربع كوباية حليب بالظبط. ودلوقتي بعد ما سيحتها على حمام البخار بدأت اهوت كده ان انا انزلها على الكريمة اهو كده زي ما انتوا شايفين. وابدأ بقى ان انا احاول اوزع كده بشويش الشوكولاتة مع الكريمة من غير برضو ما ادخل الطبقات في بعض قوي. بعد كده بقى جبت الشوكو رايس، وطبعا دي اكتر فقرة بحبها، تعرفوا ليه دلوقتي؟ لان الشوكو رايس بحطه جوه البرطمان وبضيف معاه الكاكاو، تقعدوا بقى ترجوا كده في العلبة فبيبقى شكله حلو قوي اهوت كده. دي تاني عبوة. هو يدوبك ان انتوا تعملوا بالظبط 2 باكت الكيك في نفس البايركس ده ياخد معاكم بالظبط 2 عبوة شوكو رايس، دي المقادير المظبوطة. ودلوقتي اهوت كده جبت شوية شوكولات، طبعا مش كتير يعني، انا استخدمت في الحبة دول بالظبط 2 قطع بالظبط، 2 بار كده صغيرين من الشوكولات، سيحتهم في حمام بخار وضفتهم على الشوكو رايس.